أهلا ومرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. كيف نقولوا رمضان نقولوا شربة، هذيك عليه وصفتنا لليوم هي شربة لسان عصفور بالكعابر، وكما تراو تجي مش ميدومة وبنينة تعمل الكيف نودكم ومنشهيكم. تابعوا معي الطريقة للآخر. كالعادة خليت لكم المقادير وطريقة التحضير مكتوبين تحت الفيديو في صندوق الوصف. أول مرحلة حضرت كعابر اللحم، خذيت 250 جرام لحم بقري مفروم وفوحته، حطيت ملح، فلفل أكحل، كركم، فلفل أحمر، نعناع شايح، تبلو كروية، 3 فصوص ثوم مهرسين، ومغرفة كبيرة زيت زيتونة. نخلط مليح باش اللحم يشرب الفاح متاعنا. من بعد نشكل كعابر اللحم المفروم بالطريقة هذه ويكونوا بنفس الحجم، وماذا بينا نعملوهم صغار باش يطيبوا فيسا وما ياخدوش برشا وقت. الكعابر حاضرين، حطيتهم يرتاحوا نص ساعة في الفريجيدير باش يجيونا فايحين أكثر. نتعداو لطريقة تحضير الشوربة. في طنجرة حطيت الزيت وحطيت كعابر اللحم المفروم وخليتهم يتقليو بالكدا على نار هادية ونقلبوهم بسياسة باش ما يتفترشوش. طريقة أخرى إنه تحطوا الزيت وما يغلي وتحطوا فيه الكعابر من غير ما تقليوهم، أو كيما تحبوا استعملوا الطريقة اللي تناسبكم أكثر. بعد ما تقليو بالباهي خرجتهم من الطنجرة وخليتهم على جنب. وحطيت صوص طماط ولا طماطم معجونة، حمص منفخ، فلفل أحمر شايح، ملح، فلفل أكحل، كركم، فلفل أحمر، فلفل أحمر مهروش ولا هريسة عربي، ومغرفة صغيرة كلافز شايحة اختياري للي عنده. خلطت المكونات الكل ومرقت بماء سخون وخليته لين يولي يغلي. وقتها زدت ثوم مهرس مع تبلو كروية وكلافز، خليتهم شوية ومن بعد زدت كعابر اللحم المفروم وخليتهم يطيبوا لمدة 15 دقيقة تقريبا. من بعد زدت شوية ماء سخون وحطيت البات متاع شوربة لسان عصفور، خليتها تطيب سلة سلة لمدة 15 دقيقة تقريبا. شربتنا ما شاء الله حضرت، ريحتها فايحة ما شاء الله وزيد بنينة، نودكم ومنشهيكم. إن شاء الله وصفتنا اليوم تكون عجبتكم وإن شاء الله تجربوها. خليوا لي رايكم في تعليق ونتقابلوا بإذن الله في الوصفة القادمة. شهية طيبة.